أكيد يحمل أهمية كبيرة. الفيلم بعد حصوله على جائزتين بمهرجان لوس أنجلوس، نحن قررنا بلان للعمل إنه يفتتح بتونس، لأنه لما بتحصلي على رضا جمهور صعب الميراث، صعب يرضي أي شيء فني، فأنت بتاخدي الكارت الأخضر لأنك تعرضيه وين ما كان. ونحن قصدنا يكون بتونس، والحمد لله يعني تفاعل الجمهور وحبه للفيلم هذا بيرضينا كثير. هذا بيخلينا نفكر انه حيكون ان شاء الله خطوات القادمه بقيه البلدان، بقيه الاقطار العربيه موفقين فيها ان شاء الله. حبيت يعني، ما انا كنت خايف بلحظه من اللحظات انه في تيمات سوريه تكون لوكال سوري، حسيت انه لا، كانه عم نعرض بالشام تماما. لا، هو وجع عربي عموما. صحيح الصيغه كانت مقدمه بهانك سوري، ولكن هو وجع عربي. يعني نفس المشاكل اللي بالشام موجودة بتونس، بالجزائر، ببغداد، بالقاهرة، بعمان، كلها مشاكل واحدة. نحن كلياتنا عم نقضي على نفس المشاكل، نفس الظروف السيئة. واللهجة ما بتغفر لك يعني انه يكون في عندك مشكلة. نحن حاولنا نقدمها ببساطة، بطريقة فنية سينمائية تكون قريبة لقلوب الناس، ما يكون هذا الوجع قاسي كتير. اعتمدنا على الكسر بالدراما والميلودراما، وكسر تراجيديا بلحظة فيها يعني ترييح للمشاهد، يكون قريب له. ما بدنا يكون حب عميق، فينا انه يصير في ابتسامة، ويوصل بشكل لطيف للمشاهد وللجمهور، ويحترم ذوق الجمهور والمشاهد.